مرة جديدة حبيت أرجع أعمل السمبوسك بجبنة يلي عملناها قبل بمرة. بس هاي المرة زدت كمان حشوة تانية، عملت بلحمة وعملت بجبنة. بس هاي المرة زدت الكمية لأنه عملت نصين نوعين يعني. فاستعملت كيسين طحين، كل كيس عبارة عن 900 جرام، يعني تقريبا كيليين إلا. مثل العادة الطحين ضروري جدا انه ننخله للطحين، لانه بس ننخل الطحين بنسمح هيك للعجينة يفوت الهواء فيها، وخصوصي نحن وعم نرجع نفرك الطحين مع الزيت. يعني هيدي البروسيجر، هيك العملية يعني اللي عم نعملها بالعجن كتير مهمة للعجينة. وبخصوص المقادير أنا رح أرجع أكتبهم على أساس الكيلو الواحد يلي عم نستعمله للطحين، يعني على أساس 4 كبايات طحين، لأنه مش كل الناس يمكن تقدر تعمل هيدي الكمية أو بحاجة إنها تعمل هيدي الكمية. فرح نعتمد كمية ال4 كبايات طحين. هلا أنا للكيسين الطحين يلي هن عبارة عن 2 كيلو إلا حطيت تقريبا 4 ملاعق أكل نشا، لأنه لكل 4 كبايات بحط لها ملعقتين نشا. وحطيت كمان ملعقة كبيرة، ملعقة أكل يعني ملح. ورجعت زدتها شوي، أنا ما بدي إياها تكون كتير مالحة. حطيت 3 كبايات زيت من هيدي الكباية اللي عم بستعملها، لأنه كمان الكيس الطحين الواحد ل4 كبايات بستعملهم أنا كباية زيت، يعني تكون ناقصة شوي صغيرة. هلأ كمية الزيت أنا جربت قبل بمرة أحط نص كوب مثل ما كنت شايفة الطريقة، لقيت إنه لما زدت الزيت أكتر لقيتها للعجينة طلعت هيك هشة وبتقرمش أكتر، وبيطلع فيها هيدا البابلز يعني. فلقيت انه اذا زدت لها هيدول شوي نص كبايه زيت كتير عم بتتغير معي تكستشر العجين. فبنصحكم انه تستعملوا هيدي المقادير، يعني 4 كبايات طحين، حطوا كباية زيت ناقصة شوي صغيرة عن ما تكون مطفحة لفوق. مثل ما شفتوا فركنا العجين كتير منيح بالأول مع الزيت، مع كل المكونات، مع ملعقة السكر، مع ملعقة الملح الملعقة ونص، مع ال4 ملاعق نشا. حركناهم منيح وفركناها منيح لحتى فرفطت كلها سوا. رجعنا بلشنا نعجنها لحتى تصير عجينة متماسكة مثل هيدا الشكل. هلأ لنحضر الحشوة. حشوة اللحمة، حضرت بصلتين كبار، فرمتهم فرم ناعم صغير، حطيتهم على الغاز مع شوية زيت نباتي. في ناس كتير بتقلب لحشوة اللحمة من دون زيت، بتقول كرمال انه ما ينزل فيها هيدي المرقة او الزيت يبقى مرسب بقلبها، بتبطل العجينة تسكر مزبوط هنا، ومش غلط. هلأ بخصوص البهارات حطينا ملعقة ملح، ملعقة قرفة، ملعقة 7 بهارات، وملعقتين سماق. فينا نزيد لها شوية دبس رمان شوي صغيرة إذا كنا بدنا نصفيها للحمة، لأنه ما بدنا يطلع فيها مي. ومثل ما قلت لكم في ناس ما بتحط الزيت، بتتركها لحالها تستوي منها وفيها لحالها كمان بيمشي الحال. أنا زدت معهم كمان رشة صنوبر مع رشة لوز المكسر، اللوز المقطع. افضل من ما انه يكون حبة كاملة كرمال بس هيك ما يصير يخزق العجينة معنا. هلا انا صفيتها، شلت اللحمة هيك على جنب، وخليت الزيت ينزلوا بالمقلاية ينزلوا لحال لحتى ارجع قيم اللحمة من دون ما يطلع لي فيها زيت. كرمال هيك عم اقول انه انا بستعمل الزيت النباتي، بقلل اللحمة فيها بس برجع بشيلهم حتى نقدر نطبقها مزبوط بالعجينة، يعني تقدر نرجع نسكرها مزبوط وتلزق منيح. هلا العجينة من بعد ما ارتاحت بهالوقت أنا وعم حضر حشوة اللحمة، رح بلش رقة. فيني قطعها دغري طابات صغيرة وبإيدي، يعني رقة شوي صغيرة بإيدي هيك أنا، وحط الحشوة بقلبها بيمشي الحال، بتطلع العجينة شوي سميكة. بس الأفضل لحتى تطلع مقرمشة إنه نرقها، كل ما تكون رقيقة كل ما كانت أطيب. فرح رقها منيح وضلني منتبهة للجوانب ما تكون سميكة لنقدر يكون كلها نفس السماكة. وبنستعمل بأي قالب تقطيع عنا إياه. في ناس عندها قوالب جاهزة، فينا بأي غطا نحن القياس يلي حابينه. أنا رح استعمل هيدي الكاسة عم قطع فيها، هيدا القياس كتير منيح. هلأ من بعد ما ترتاح العجينة كمان من بعد ما قطعناها دوائر، بيسوى كتير إني كمان كبسها بإيدي شوي قبل ما إني بلش حط الحشوة.
ومنحط الحشوة بهالطريقة ومنطبق جوانبها منيح. وفيني كرمال الشكل كمان وطبقها بطريقة تلزق منيح منيح بقدر استعمل الشوكة. وإذا عندي قالب خالص للسمبوسك بيضغط العجينة منيح بقدر استعمله كمان. أنا جربت قبل بالقالب بس لقيت حالي هيك أسرع، فدايما بستعمل هيدي الطريقة اليدوية. وإذا طلع وحدة أكبر من وحدة أو الشوكة حسيت إنه هون مبينت أكتر مرتبة، الميلة التانية ما زبطت معي، ما بيأثر لأنه وقتها نقليهم كله هيدا الشكل يعني ما كتير ببين، بيرجعوا بيطلعوا كلهم مثل بعضهم وبيطلعوا مرتبين، لأنه هي العجينة رح تاخد شكلها ولونها منا وفيها. هلأ إذا حابين كمان نخلص أسرع فينا نقطع كذا وحدة مع بعض ونحط الحشوة ونرجع كمان نبلش نطبق. وهلأ بس خلص منهم بدي بلش دغري حضر حشوة الجبنة. رح أطبخها على النار، أعمل الطريقة اللي عملتها قبل: قطعة زبدة، معلقتين طحين، تقريبا نفس طريقة البشاميل أول شي، مع كباية حليب، بدل الليتر حليب كباية حليب، وبدل 3 ملاعق طحين رح نحط ملعقتين بس، لأنه ما بدنا إياها تطلع سميكة كتير. من بعد ما نقلب الطحين مع الزبدة منيح ونبلش نقلبها على النار، أنا بزدلن دايما رشة زيت نباتي بتعطيها طراوة. قبل بمرة حضرناها هيدي خلطة الجبنة وطلعت كتير طيبة وكتير ناجحة، وصرت اعتمدها دايما بدل الجبنة لحالها. كنت قبل جيب جبنة فيتا واخلطها مع الموزاريلا او اي نوع تاني بدوب واحشي فيها. هلا لما جربت هيدي الطريقة لقيتها احلى واسهل، لانه وبخصوصي بالقلي كتير افضل، لانه ما بقى بتطلع الجبنة لبرا، ما بتظهر لبرا نحن وعم نقليها. بخصوص الجبنة حطيت تقريبا 300 جرام موزاريلا مع قطعة صغيرة حلوم، مع كمان نص وقية بلغارة و... وتقريبا نص وقية عكاوي مالح. العكاوي المالحة ما حليتها، تركتها مثل ما هي، لأنه بدي أنا كمان يعني يطلع شوي فيها نكهة ملح، لأنه الموزاريلا كتير حلوة والحلوم اللي عندي كمان حلوة. انواع الجبنه يلي حطيتهم فيني كتير استغني عن اي وحده فيهم. هلا رح ارجع ازيد عليهم رشه سمسم ورشه حبه البركه، لانه في استعمل بس عكاوي والموزاريلا بكفيني، وفي استعمل عكاوي وحلوم كمان بكفي مع رشه موزاريلا. فهون انا في اتحكم باللي موجود عندي باي نوع جبنه، اهم شيء فيهم يكون في موزاريلا واي نوع تاني بيعطيها ملوحه. بس تخلص ولاقيها اشتدت معي على النار، برجع بحطها بصينية، بمدها بصينية مثل هيدي الطريقة هيك، بخليها تكون كلها مسطحة يعني لتبرد منيح. وبس تبرد بصير كتير سهل اني اقطعها بالشكل يلي بدي اياه. رح نقطعها مستطيل لنقدر نحطها بالعجينة. وهيدي الخلطة بقدر استعملها لعجينة الرقاقات يلي منجيبها خالصة، ولهيدي العجينة يلي بنعجنها على ايدنا عجينة السمبوسك. الاتنين بتطلع كتير طيبة لشهر رمضان، كتير طيبة. انا عن جد صرت اعتمدها دايما هيدي الطريقة، ما بقى استعملت الجبنة لحالها ابدا، لانه كانت دايما تطلع معي بالقلي. مثل ما بنقلي اي رقاقات بننطر الزيت تيحمى منيح. هون انا دغري على السريع جربت كم حبة منهم، ويكون الزيت حامي اهم شي، وبنقليهم ما بياخدوا دقيقتين على النار وبيكونوا خالصين. مثل ما شايفين هيدي الجبنة ليكو كيف بتمط من جوا، وبنفس الوقت بتبقى هيك طرية وما بتختفي الجبنة من قلبها وما بتنشف وما بتطلع لبرا. جربوا هيدي الطريقة، كتير افضل من الطريقة اللي كنا نعتمدها زمان. وهيدي اللحمة كمان العجينة اللي إلها كتير طرية وكتير مقرمشة وكتير طيبة، والحشوة من جوا كتير طيبة. جربوها وخبروني شو رأيكم.